الحالة اللي احنا هنخش عليها دي اسمها lost time injury، إصابة بوقت ضائع. حاجة بيسموها ايه؟ ال LTI، اللي بيسموها ايه؟ ال LTI، إصابة بوقت ضائع. إصابة بوقت ضايع. طبعا شغالين في ريسك اسسمنت، وشغالين في الكورس بتاع ايه؟ الايش، ودي بداية الايش يعني، مكملين مع بعض. يعني ايه إصابة بوقت ضايع؟ دي بكل بساطة إصابة هتؤدي إلى غياب العامل عن الموقع وعن الشركة لأكتر من يوم. وفي بعض الستاندرد يقولك لو كان غياب العامل من 3 أيام وانت طالع، يعني كان من 3 أيام فيما أكتر، يعني من 3 أيام فيما أكتر، كده يعتبر إصابة بوقت ضايع. إصابة بوقت ضايع LTI. أقول لكم على حاجة، بداية الخطورة من أول إصابة بوقت ضائع، من أول LTI، إصابة بوقت ضايع، دي بداية الخطورة. مش معنى إن حضرتك بتسمع كتير إن شركة معينة أو إكس تقفل بمليون ساعة عمل أو 10 مليون ساعة عمل بدون إصابة، تعرفوا إن لو حصل إصابة LTI بوقت ضائع، هنا طبعا شركة إكس، تمام كده، تعرفوا لو حصل إصابة اللي هي بوقت ضائع، ال LTI اللي هي lost time injury، بتصفر العداد. حتى لو فاضلك على المليون ساعة، فاضلك ساعة واحدة، هتصفر العداد من أول وجديد. علشان كده دايما بيخافوا منين؟ من LTI، الإصابة بوقت ضايع. إنما الفيرست ايد، الإسعافات الأولية، والميديكال تريتمنت كيس، العلاج الطبي، والحاجات دي كلها سهلة انها تتداوي.